السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في اول فيديو من برنامج ابو السيد هتتعلم وهتستفيد عن الاي اي. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. هنتعلم في الحلقه بتاعتنا ازاي نعمل فيديوهات بالاي اي زي كده استنى احنا كنا وكده، صايمين مش بنفتح باي مصحف ستايل انت ونصلي عايزه. ونصوم اهم ونحج. حاجه لا انت ما تبقى كانش عارف الستايل اللي انت كده. هتبدا انا بيه. كنت داخل على كل ده صلاه ببلاش، من بس غير انا اي نسيت يا فلوس، من جماعه. غير لما تاخد كورسات، من غير لما تعمل اي حاجه، بمواقع مجانيه 100%. يلا بينا ونقول بسم الله. اول حاجه معانا طبعا انا خدت سكرين للشخصيه اللي انا عايزها، ودخلت على شات جي بي تي. قلت له ايه بقى؟ عاوزك تعمل لي فيديو كوميدي، تمام، بنفس ستايل الشخصيه اللي في الصوره. ومبدئيا بس شات جي بي تي دي النسخه العاديه مش البلس. كل حاجه ببلاش في الفيديو ده. والناس اللي حابين يتعلموا ازاي يعملوا بلونت صح، فزي ما انتم شايفين كده، يعني اتعلموا مني طريقه الكلام مع الاي اي عامه بتبقى عامله ازاي. أنا هنا مثلا قلت له ايه؟ قلت له عايزك تعمل لي فيديو كوميدي بنفس ستايل الشخصيه اللي من الصوره، وبيكون بيتكلم عن الصيام في رمضان، وتعمل لي كل مشهد بلونت لوحده، فويس اوفر لوحده، بحيث اعرف انشئ الفيديو على الموقع بتاعنا اللي هو كروك. البرومت، وما تنساش تحافظ على نفس تفاصيل الشخصية. عامة البرومت في الآخر الناس ممكن تاخده كوبي بيست، تمام، على أي سكرين بقى عندها. كل ده ببلاش أصلا. وتاخد البرومت اللي أنا كاتبه ده بنفس التفاصيل دي، الشخصية اللي في الصورة، وبيكون بيتكلم عن الصيام في رمضان، وتعملي كل مشهد لوحده. متنساش تحافظ على تفاصيل الشخصية الكرتونية. المهم يا باشا هنا بيحلل الصورة عادي، هو عمل لي تفاصيل الشخصية طلعها لي، تمام. طبعا هنا أنا عامل برومت يعني عادي، فاهمني، أنا بعمل تيست يعتبر، فمش مركز أوي في التفاصيل. بس أنا بالنسبة لي البرومت ده شغال، ما يقولش لأ. إن هو عمل لي المشهد الأولاني بالفويس الأوفر العربي، وهنا المشهد التاني، وزي ما أنت شايف تفاصيل الشخصية والفويس الأوفر العربي. هناخد المشهد بتاعنا كوبي بيست، ونروح على الموقع بتاعنا، تمام، هندوس على الإيمج، ننزل تحت، نعمل بيست للكلام اللي إحنا واخدينه من شات جي بي تي الأولاني، هنروح عند العلامة اللي شبه الفيديو. دي بقى فيها كل حاجة، فيها 10 ثواني، 6 ثواني، عايز تعمل فيديو يوتيوب بالطول بالعرض الكلام ده كله، عايز تعمل فيديو، عايز تعمل صورة، تعمل إنشاء. على العموم يعني الموقع ده ممكن ياخد منك 10 دقايق، 10 ثواني، أو مثلا ممكن لو طول أوي يقعد معاك دقيقة. ده أقصى وقت قعد معايا فيه. فزي ما انتم شايفين أهو، 16% لسه، بقى 20% أهو. ده الصيام الفيديو بقوة اللي الإيمان اتعلم. هكسر الدنيا عبادة وطاعة. أول يوم في رمضان أنا داخل الصيام بقوة الإيمان هكسر شغال الدنيا معاه، عبادة وطاعة، ولا الشخصية هيهزني حلوة. جوع ولا عطش. المهم بقى إيه؟ عشان نحافظ على نفس الشخصية نقف قبل ثانيتين تلاتة في الفيديو، تمام؟ لازم نقف في الحتة دي. وهنا خصائص عادي، يعني احنا هنحمل فيديو من تحت كده، فيديو اتحمل معانا، هنخش على الشخصية كليك شمال زي ما احنا واقفين، كوبي فيديو فريم. كده احنا حفظنا اخر فريم في الشخصية دي، او حفظنا الستايل بتاع الشخصية. هنروح تاني على الايمج، ونعمل كوبي للفريم اللي احنا واخدينه كوبي، نعمل بيست هنا زي ما انتم شايفين اهو. الموضوع سهل وبسيط ومفيش اي ازمة فيه. وبس، وندوس انتر هيحمل معانا الشخصية مطرح ما هي وقفت بالظبط في اخر الفيديو الاولاني. نروح بقى ناخد السكريبت التاني بتاعنا، نفس الطريقة، هي الموضوع سهل والله العظيم، ما خد مني 10 دقايق. نخش على الموقع، نعمل بيست للكلام، ونعمل إنشاء فيديو. كل ده أنا عامله على 6 ثواني عشان ما يقعدش معايا وقت. هو أنا صايم بقالي كام ساعة؟ إيه ساعتين بس؟ طب أنا حاسس إني صايم من أيام الدولة العثمانية. بس هو كده أنا صايم هنحمل بقالي كام الفيديو ساعة؟ عادي. إيه ساعتين بس؟ طب أنا حاسس إني صايم من أيام الدولة العثمانية. أنا هو كنت بحاول أوقف الفيديو بس ما عرفتش الصراحة. مش واخد بالي يعني إن هو شغال هو عامة. أنا صايم بقالي كام ساعة؟ كل ده مش واخد بالي أصلا إن الفيديو شغال. بحمل الفيديو عادي جدا، ونعمل بقى نفس الموضوع بقى، نعمل فيديو في التاني في التالت، ناخد السكريبت كوبي بيست، وعلى أي موقع مونتاج، تمام، أي موقع عندك، كاب كات بقى، بريمير، أي حاجة، دافنجي، أي موقع مونتاج أنت شغال عليه يا باشا، هتروح تحط الفيديوهات كلها جنب بعضها زي ما أنت شايف أهو.
اول يوم في رمضان انا داخل الصيام بقوه الايمان، هكسر الدنيا عباده وطاعه ولا هيهزني جوع ولا عطش. هو انا صايم بقالي كام ساعه؟ ايه ساعتين بس؟ طب انا حاسس اني صايم من ايام الدوله العثمانيه. انا مش جعان، انا بس شايف الفراخ بتطير حواليا والعصير بيناديني باسمي. يا احمد اشربني. بس بصراحه الصيام مش بس عن الاكل، الصيام عن الغضب، عن العصبيه، عن انك تفتح التلاجة كل 5 دقايق. لو انا مت قولوا لامي اني كنت بحب المحشي، وقولوا للكنافه اني سامحتها. الله اكبر نار! انا رجعت الحياه يا جماعه، هاتوا التمر بسرعه قبل ما اغير رايي واغمى عليا تاني. بس كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، فانت لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وفولو واستنى كل جديد مع برنامج ابو السيد عن الاي اي، هتتعلم وهتستفيد.